صلوا بينا على النبي بتجربة الأكل الجامدة دي. وتجربتنا النهاردة كانت في لا مؤاخذة. وأول حاجة هنبدأ بالشوربة الحمراء بالجمبري، ودي كانت طعمها في حتة تانية خالص، والجمبري كان فريش وطعمه حلو قوي. والطواجن عندهم على شكل قلوب عشان قد إيه حسسوك بالسعادة والحب. وده كان طاجن المكرونة بالجمبري وكان جبار. ونخش بقى على طاسة الجمبري بالجبنة، ودي كانت في حتة تانية خالص. ونخش بقى على الملوخية بالجمبري اللي كانت متغرقة جمبري وتقلية، ودي كانت حوار. ودي بقى وجبة السعادة، كل ما بتفتح حتة كل ما هتلاقي الحاجة اللي بتفرحك أكتر. يعتبر البحر كله في وجبة السعادة دي، جمبري وبلح البحر وصبيت وبلح البحر فعلا كان طعمه حلو قوي، والرز كان أجمد، والصبيت خيال. فأنا أكتر من كده كان ممكن أنور من كتر الفسفور، فقلت لمحمد يخش على طاجن العريس. وزي ما انتوا شايفين الطاجن بيتكلم عن نفسه من كمية الحاجات اللي فيه، من بطارخ لجمبري والكلام ده كله. فمحمد اتهبل، فقال ياخد شوكة كمان. وهنا محمد بص لفوق وبدأ ينور كمان. ده سندوتش الجمبري الفرنساوي وعليه صوص الجبنة، ومحمد قال ان هو من احلى الحاجات هناك. ونخش على شوربة السي فود المليانة بالانجريدينتس، وكانت عالمية. الجملة الشهيرة عندهم: واستنونا في تجربة جديدة مع براء في عيش التجربة.